طبعا شعر بيبقى خفيف شويه، وشعر بيبقى اتقل، وشعر اتقل. في ناس بتعاني دايما يعني بمناسبه حكايه خفيه الشعر من قدام وكده، لان شعرها خفيف قوي قوي. تعمل ايه علشان الشعر ده يتعالج ويتقل، وفي نفس الوقت تحافظ عليه؟ هو طبعا اللي بعد العلاج اللي احنا بنتكلم عليه ده خالص، بنتكلم عن الشعرايه، التغذيه العامه بتاعتها. بالنسبه طبعا بتشوف طبعا فيها ضعف، بيبقى في حاجه في الدم، في المهم تعمل تحليل تعرف الوظائف اللي شغاله عندها مظبوطه او لا. بعد كده هو بالنسبه للشعر بيتقص بطريقه على اساس ان الشعرايه ما تبقاش مدببه. يعني ما ياخدش قصه الشعر معاه بتبقى مدببه جامد قوي، عشان خاطر بتلهب الجلد عندي وبتلهب الوش يعني سبب برضو مشاكل الوش الشعر. طب برضو بما اننا في فصل الشتاء، وكتير جدا من الستات شعرها بيقع في الفتره دي وبتحس بان هو ناشف، وفي حاجات كتير جدا دايما يقولوا اصل فصل الشتاء معلش، اصل فصل الشتاء معلش. لا ده بالعكس، فصل الشتاء بيبقى متاح ليها فعلا. طبعا بيبقى يعني احسن. دي حاجه خاطئه. لا طيب الصيف بقى هو العكس، يعني اللي بيحصل الصيف طبعا ممكن العكس على سبب اللي هو في كميه يعني الشمس بيبقى طبعا في ساعات بتبقى في رطوبه عاليه في الجو، في اتربه جامده جدا. وفي هرش دائم بالنسبه لعمليه فوران الدم بالنسبه للجسم كامل. فده بيبقى العكس طبعا، بيبقى طبعا دوت اكتر من الشتاء. طيب طبعا يعني بما اننا يعني هو معلش الوقت برضو خدنا وكده، فاحنا يعني مبسوطين جدا حضرتك كنت معانا ودعاء، ونحاول بقى ان احنا طبعا في فقرات كتير جدا جدا في سيدتي، نروح نشوف الفقرات.